في لو ميدي دو نحكيو على موقف البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من اللي صاير في تونس، التحذيرات الألمانية الأخيرة من تراجع الديمقراطية في تونس. نحكيو على الضغط الأوروبي لمساعدة تونس لمنع حصول انهيار الاقتصادي. النقاط هذوما نطرحوهم مع ضيفنا ونحاول نفهموا أكثر الوضعية مع الدبلوماسي سي عبد الله العبيدي. سي عبد الله مرحبا بك، شكرا على قبول التدخل معنا. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وتحياتي لكم المستمعين. مرحبا. سي عبد الله، مؤخرا نحكيو برشا على التحركات الدبلوماسيه كسواء من الجانب التونسي او حتى المواقف الدبلوماسيه من البلدان الاخرى. خليني نبدا معك ساعه. شفنا المساعدات اللي جات من عند الولايات المتحده الامريكيه، شفنا نوع من الضغط الاوروبي لمساعده تونس لمنع ما يسمى ما اعتبروه انهيار اقتصادي. فما خيط رفيع كما حكيت بكري سي عبد الله، نحب نفهم معك ونفهموا الناس اللي تسمع فينا اليوم بين التحركات الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي المعمول به والأعراف المعمول بها والتدخل الأجنبي، واللي برشا اليوم يعتبر أنه فما تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية التونسية. كيفاش نجموا نفصلوا ما بين الاثنين، كيفاش نجموا نفهم الوضعية حاليا في علاقة ببلادنا سي عبد الله؟ هو احنا اليوم نسميه تدخل أجنبي، لكن هذا موجود في مختلف أنحاء العالم. ما ثماش دولة ما يتدخلوش فيها حتى أمريكا. عندما تحتج روسيا على أمريكا كما ما شاهدناه لافروف ولا فرنسا ماكرون ينتقد في أمريكا، لأنه العملية تتقد بطريقة جماعية، ثم تحالفات. وإحنا الآن ثم خارطة جيوسياسية بصدد التشكل، سواء كان في الإقليم المنطقة متاعنا ولا في العالم. قاعدين نشوفوا كيفاش السعودية مثلا، وهذه بريسك كاريكاتور، يعني كاريكاتور. يعني نشوف السعودية كيفاش غيرت وجهتها من اللي كانت بالكامل يعني حليفة أمريكا وتقريب كل شيء، اقتصادها الكل اللي هو بالأساس يعني استخراج ثروات طبيعية مرتبط بأمريكا، اليوم قاعدة تتقرب من بريكس من الصين. وشفنا كيفاش الصين صلحت العلاقات بين إيران والسعودية. شفنا كيفاش اليمن وزير خارجية السعودية مشى اليمن ومشى بشار الأسد. نعرفوا أنه الإمارات والبلدان الخليج ساهموا في تحطيم سوريا وإدخالها في جهنم يعني سياسية وحرب، بحيث اليوم التدخل فينا لأنه تونس في موقع جيو استراتيجي استثنائي. هي مدخل أفريقيا ما وراء الصحراء في خشم ليبيا وبجنب الجزائر اللي هي مستهدفة، وجات قبالة يعني مضيق سيسيليا لديتروا دو سيسيل، يعني اللي يشق يقسم البحر الابيض المتوسط على شقين، الشق الغربي انطلاقا من سيسيليا وقباله الجزائر والمغرب الى غير ذلك، والمنطقه الشرقيه ليبيا ومصر الى غير ذلك. هذه تونس عندها موقع الان ما عرفتش تونس تتسمن يعني في ظل الاحداث اللي جاريه في تونس منذ 2011 ما عرفتش تتسمن موقعها الجيوستراتيجي من ناحيه، ودوله بحجم تونس ما تنجمش هي تمارس السياسة والدافع على سيادتها وترابها إذا كان ما هيش داخلة في منظومة. نعرفوا اللي وقت اللي كانت المنطقة العربية الكل متشيعة على الاتحاد السوفيتي والشيوعية والاشتراكية، تونس كانت على الحياد، يعني هي الوحيدة تقريبا اللي تمارس في عدم الانحياد. كانت تقريبا سويسرا في المنطقة ما دخلتش في الشيوعية، لكن رغم هذا كانت تتعاون مع البلدان الكل، المعسكر الشرقي، المعسكر الشيوعي، والمعسكر يعني الغربي امريكا وكذا. وكانت عندنا علاقات طيبه مع الناس الكل لتنميه البلاد، والبلاد حصلت جزء كبير من تنميتها في الحقبه هذيك. اليوم هما تهددهم الهجره غير المنظمه، الارهاب. احنا ما يلزمناش ننساو وقت اللي نتكلموا علاش يتداخلوا فينا وكذا، اللي تونس كانت اكبر مصدر للارهابيين، وهذا بشهاده الجهات الرسميه في البلاد. بالالاف تلقاهم في سوريا وفي العراق وفي بلدان اخرى، وعمل ارهابي في كل مكان من العالم تلقى فيه توانسه. ما ينجموش انت تصدر لهم في الاخطار وفي الفظاعات وتقول يدخلوا فينا من ناحيه. اذا كان يدخلوا فيك يعني في بعض الحالات يستضعفوك. علاش انت ضعيف؟ تونس ما تنجم تكون وحدك كان ضعيف على خاطر ما عرفتش تبني تحالفات. انا شوفنا سوريا جات فيها صعوبات، يعني هبت حلفائها لنصرتها، وشوفنا سوريا منع النظام نتاعها وتوا ولات هي منطلق لتحالف جديد اللي يسميوه البريكس هذا. فهمتي؟ ولات توا يعني
مناره ومحج، يعني يمشوا يحجوا لها. ولات وزراء الخارجيه العرب الكل مشاو لها اللي كانوا عداها. اما سي عبد الله اليوم فما راي يشوف انه اليوم اوكي البريكس يتعمل، يعني نعرفوا الناس كل انه البريكس ككتله والا كجهه او منظومه بصدد حلف لمحاوله للتصدي للنظام العالمي الموجود ولا المنظومه الموجوده بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان اللي وراءه. اليوم سي عبد الله تصريحات رئيس الجمهوريه، نحب ناخذ معك الزاويه هذه في النقاش لو تسمح باش نحاول نفهموها. اليوم التحركات الدبلوماسيه او الفاعليه الدبلوماسيه من الطرف التونسي اليوم في علاقه كسوا تصريحات رئاسه الجمهوريه او تحركات وزير الخارجيه في علاقه باللي صاير هذا الكل، هالتحولات اللي صاير على المستوى الجيوسياسي في العالم واللي انت سيادتك توا ابسطتها لنا وعطيتنا عليها فكره. كيف تقيم سي عبد الله اليوم الاداء الدبلوماسي للدوله التونسيه عموما من خلال تصريحات رئيس الجمهوريه وتحركات وزاره الخارجية؟ هو بالامكانيه موجوده. هو رئيس الجمهوريه مغلوب على امره في الوقت الحاضر وزير الخارجيه، لانه لقى وضع من ناحيه، وكلنا نعلم انه في العشريه هذه حساسيه سياسيه وازنه تدين بتركيا، حساسيه اخرى لا تقل وزن عنها تدين بفرنسا، اخرى تدين بامريكا. البوصله ما عادش بوصله تونس. من الوقت اللي كان ثم سكون ابل لونيسيتي دو كوماندمون، وحدة القيادة، وحدة القيادة ومركزيتها، كانت البوصلة نتاعها مصلحة تونس. وكان مثلا الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين واتحاد المرأة كلهم في الديوان السياسي نتاع الحزب الحاكم، وكانوا يخرجوا بقرارات موحدة لمصلحة تونس. اليوم كل حساسية سياسية عندها المكة نتاعها. واليوم حتى القوة معناتها السلطة المركزية اللي يمثلها اليوم الرئيس قيس سعيد، عندما ياخذ قرار يتساءل شركائنا والأطراف المقابلة في جهات أخرى اللي عندهم مصلحة في القرار هذا ولا ما عندهمش مصلحة، قديش وراها القرار وزن. يعني ترى الحساسية الفلانية السياسية النهضة ولا البي دي ال معناتها الدستور الحر ولا الحزب العمال ولا الحزب الشعبي ولا ما نعرفش على اختلاف تسمياتها مع شكون. اليوم ما ثماش يعني موتور، يعني محرك يجر في مصلحة تونس لاتجاه واحد. هذا ضعفنا اليوم وهذه مشكلتنا. لكن ما يكفيش أنه نحتجوا الدبلوماسية والخطب السياسية ما عندها قيمة إلا إذا كان وراها قوة، والقوة قلت لك تونس بلاد كما تونس وأي بلد في العالم. علاش أمريكا على رأس لوطان وفي فرنسا وفي في وقت من الأوقات حتى بداوا يحبوا يتخلصوا منها، وراها فرنسا وألمانيا وكذا كذا باش يكون عندها وزن باش جابها المعسكر الشيوعي في وقت من الأوقات، ولا الصين توا إلى غير ذلك. على الصين بدأت تستعرض في عضلاتها بالنسبة لأمريكا واسترجاع تايوان إلى غير ذلك، لأنه شافت ربما أمريكا بدأت تضعف، ما عادش عندها القوة نتاع اللي تجمع بها القوى. اليوم تونس الخطاب نتاعها وسياستها لا تكون لها وزن وتأثير في مصير التوانسة ومحيطهم إلا إذا كان ثم حلف، إلا إذا كان تونس يعني تتحالف مع مجموعة من الدول اللي عندها وزن اللي وعندها مصالح متناهية يعني متناسقة. هل اليوم سي عبد الله الدولة التونسية هل تمتلك اليوم ما يكفي من الأسباب الموضوعية باش تاخذ بالأسباب هذه وتنجم تتعدى للخطوة هذه اللي تحكي على سيادتك؟ لا، الوقت الحاضر لا، لأنه كما قلت لك يلزم الرئيس قيس سعيد يلقى القفلة باش يوحد جزء يعتد به من الرأي العام ومن الأحزاب السياسية اللي تولي تكسب قراراته وخطب نتاعو تكسبها الوزن الكافي، وهذا في الداخل وكذلك في الخارج. عندما نجموش نقولوا البلاد الفلانيه ما عندهاش دخل فينا والصندوق النقد الدولي ما عندهاش دخل فينا ونفرحوا بابور قمح كيف يجينا.
يلزمنا تكون السياسه نتاعنا متناسقه مع ما يجب ان تكون عليه مصالحنا. وانت تحكي على بابور القمح سي عبد الله العبيدي في اشاره للمساعدات اللي جات من عند الولايات المتحده الامريكيه، ونختم معك بالنقطه هذه في علاقه اليوم بخطاب رئاسه الجمهوريه. ديما نحكي على المستوى الدبلوماسي. الخطاب نتاع رئيس الجمهوريه اللي فيه حديث على ضروره التعويل على امكانياتنا الذاتيه، في اشاره اكثر من مره رئيس الجمهوريه بعثها لصندوق النقد الدولي، ونفهموها على الاقل من خلال الخطابات انه ما هواش باش يخضع الى الاملاءات، رغم اللي فما حكومه تونسيه تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حاليا. هذا الكل من جهه، وفي جهه اخرى نشوفوا انه بابور كما حكيت انت اليوم مساعدات تجي من عند الولايات المتحده الامريكيه. الى اي مدى اليوم الوضعيه فيها نوع من المفارقه بالنسبه لك انت سي عبد الله؟ لانه ثم بعد بين الكلام الحديث والخطاب والاعتداد بالنفس والعزه والسياده وكذا والفعل. احنا اليوم عندنا قطاع الفوسفات اللي كان في 2010 ينتج 8.5 مليون طن، اليوم مازال ما وصلش المليونين. مازلنا عندنا براجاتنا فارغين على خاطر لا غوبريز مازالت ما صارتش معناها، مش على خاطر ما صابتش الشتاء. البراجات هم مجعولين باش يحتفظوا لك بمال عامل باهي لسنه الجفاف. احنا عندنا تو 10 سنين نتعاركوا في بعضنا كيف تنحي انت الوقت اللي مخصصين والسياسيين نتاعنا على اختلاف مشاربهم للعرك وتقول ايش بقى للخدمه. اليوم اذا كان البراجات نتاعنا فارغين والنهار كل نشكيو، ما عندناش شحمات في تونس صحيح. احنا بلاد معروفه ان بي سيمي اريد، يعني جاف الى نسبه معينه، شبه جاف. لكن احنا نحب نعطي مثال بسيط للي يفهم وللي ما يفهمش، ونقول له من الاستقلال توا عمرنا ما قصتنا الماء. علاش في العشريه هذه ولينا نقصوا في الماء؟ ما تنجمش الطبيعه تبدت بالطريقه هذه فجاه. مستانسين نخبيوا الماء نتاع العام الباهي للاعوام الجافه. احنا عندنا 30 براج وعندنا 200 بحيره جبليه. هذوما الكل يلزمهم اعدادات ريفيه اللي ما وقعتش، لانه الناس اللي يلزمهم يخدموا الخدمه هذه ما خدموهاش. واضح. شكرا لك سي عبد الله العبيدي، الدبلوماسي الاسبق والخبير في الشان الدبلوماسي.